بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن معاملات المقارنة. عندنا هنا في اكتر من معامل مقارنة في البي اتش بي، في اللي هو الايكوال وفي اللي هو identical او اللي هو التلاتة equal، وفي not equal وده برضه not equal equal او not identical او less than و greater than و less than or equal to و greater than or equal to. هنشرح الاول ال less than و greater than و less than or equal to وال greater than or equal to. بعد كده نبدأ من اول ال equal وال identical. هنبدأ بأول اوبريتور اللي هو ال less than او الأصغر من. احنا طبعا كنا عرفنا ال if statement في الدرس اللي فات. فلو عندنا ضم يساوي 11، عايزين نقول له لو نم أصغر من 15 اطبع جملة. يعني نقول له if نم أصغر من 15 اطبع الجملة دي. نقول له مثلا echo it's true مثلا. else لما كانتش أصغر من 15 echo no مثلا أي حاجة. هنا النم لو 11 أصغر من 15 فيطلع الشرط ده بترو، فينفذ اللي هنا فيكتب it's true. تمام it's true. طيب else لو ده مثلا 16 مش أصغر من 15 فيطلع false، فيطبع لنا no. جميل. طيب عندنا تاني اوبريتور اللي هو الأكبر من. هنقول له هنا أكبر من بالشكل ده. هنا بيقول if num أكبر من 15، num اللي هي 16، هل ال 16 أكبر من 15؟ يبقى صح هتخرج true. فلما ال if statement دي أو الجملة دي تطلع أو الشرط ده يطلع true هيتنفذ اللي ما بين الأقواس دي، فهتقول it's true لأن 16 أكبر من ال 15. it's true. تمام. لو عندك هنا مثلا 15 يبقى النم اكبر من 15، لا دي تساويها، يبقى تطلع false فهيتنفذ الجملة دي فهتبقى no بالشكل ده. طيب تاني حاجة لو عندي هنا less than or equal او greater than or equal. لو عندي هنا less اصغر من or equal، هنا بقول له ايه؟ هل النم اصغر من 15 او تساويها؟ هنا النم اصغر من 15 اصغر من 15 لا، بس ال 15 تساوي ال 15 فهيطلع true فينفذ لنا it's true. طيب لو 14 هنا هل النم اصغر من 15؟ ايوه النم اصغر من 15 بس لا تساويها، بس طالما اصغر يبقى هيطلع true فيطلع لنا it's true. جميل. كذلك بقى ال greater than or equal بالشكل ده. هل النم اكبر من 15؟ لا. هل النم تساوي 15؟ false لا، يبقى هيطلع لنا no. طيب هنا لو 15 هل النم اللي هي 15 اكبر من 15؟ لا، 15 مش اكبر من 15 بس 15 تساوي 15 فيطلع لنا true فيطبع لنا it's true. طيب جميل. لو 16 هنا 16 هل هي تساوي 15؟ لا تساوي 15 بس اكبر من 15 يبقى يطلع لنا true. جميل كده. دلوقتي بقى هنتكلم عن الايكوال اللي هو يساوي. احنا عرفنا ان في الاساينمنت اوبريتور اللي هو معامل الاسناد اللي هو اللي يساوي دي ايكوال واحدة بس. فهنا لو قلت له بالشكل ده يبقى هنا انا بسند اليمين اللي على الشمال، فهنا عملية الاسناد ال 15 في النم هتتم بنجاح، فعلى طول هيطبع لي ترو، على طول هيطلع لي ترو فهينفذ لي الجملة دي، لان العملية دي اللي هي اسناد اللي على اليمين في الكونتينر اللي على الشمال تمت بنجاح، فعلى طول لازم هيطبع لي ترو هيطلع لي
true. طيب حل المشكلة دي ان احنا نعمل اتنين equal، ويبقى ده معامل مقارنة بيشوف هل الكونتينر ده فيه 15 ولا لأ. لو في 15 يطلع true ويطبع ده، لو ما فيهوش 15 يطلع false ويطبع ده. تمام. هل النم يساوي 15؟ لا، ده يساوي 16، يبقى هيطلع false، يبقى هيطبع لي no. جميل. طيب لو 15 هيطبع لي it's true، لان المقارنة دي طلعت صح، لان النم فعلا يساوي 15. جميل. ده اول اوبريتور بتاع الايكوال. الادنتيكال ده بقى، الاوبريتور ده وظيفته انه يشوف هل ده نفس نوع ده ولا لا. احنا كنا عرفنا الانواع اللي هي الانتجر والسترينج والفلوت والدبل وكل الكلام ده، والبوليان طبعا، عرفنا الانواع دي. طيب هل نوع النم ده ايه؟ انتجر. تمام. نوع ال15 ايه؟ نوع ال15 برضو انتجر، نحطها في متغير احسن. نم 2 يساوي مثلا 4، مش فارقة، ما نقول له بالشكل ده نم 2. هنا هيقارن ما بين الانواع. هنا نم يساوي 15 يبقى ده انتجر، وهنا نم 2 يساوي 4 يبقى ده انتجر. فبقول له هل نوع المتغير نم ايه؟ انتجر. هل نوعه بقى يساوي نوع المتغير 2؟ ايوه، نوع المتغير نم 2 انتجر برضو، يبقى ده هيطلع لي بترو. يبقى هنا هيطلع لي اتس ترو، بغض النظر بقى عن قيمة الاتنين، المهم ان الاتنين نفس النوع. طالما الاتنين نفس النوع يبقى هيطلع لي ترو. هنا طلع لي نو، مش عارف ليه، اكيد في خطأ في اللي انا كتبته. اكيد في خطأ. في حاجة انا اسف اتلخبطت فيها، ان لازم تكون القيمتين متساويتين برضو. يبقى هنا في المعامل ده لازم تكون القيمتين متساويتين وفي نفس الوقت الانواع متساوية، يعني ما ينفعش يبقى بالشكل ده 15 و15 بالشكل ده ما بين اقواس، يبقى ده string، ده string مش integer. يبقى هنا المفروض هيطلع لي false. تمام. فهنا لازم تكون الانواع متشابهة، integer وانتجر، والقيم متشابهة، يبقى هنا هيطلع لي true. it's true. جميل. طيب المعامل اللي بعديه اللي هو not equal، او ندخل على not identical، اللي هو علامة تعجب equal، علامة تعجب equal، وده بيتحقق اذا كان الاتنين ما يكونوش متشابهين في القيم وما يكونوش متشابهين في النوع. هنا كاتب لي هنا ايه؟ true if A is not equal to B، يعني القيمتين غير متشابهتين or they are not the same type، يعني الاتنين مش بنفس النوع او القيمتين مختلفتين. الاتنين هنا من نفس النوع والاتنين مختلفتين، يبقى ده هيطلع false، يبقى هيطبع لي no. جميل. طيب لو القيمتين مختلفتين والاتنين نفس النوع هيطبع لي true، لان هنا شرط تحقق اللي هو القيمتين مختلفين. طيب لو هنا عندي 16، لو عندي القيمتين زي ما هما بس عندي هنا بالشكل ده بقى string ولا لا؟ ده لو بقى string يبقى هنا النوعين مختلفين، يبقى هيطلع true. نحفظ. تمام. طلع لي true لان ده بقى string، مع ان القيمتين متشابهتين، يعني تحقق القيمتين متشابهتين بس الانواع مختلفة، يبقى الشرط ده يتحقق فيطلع لنا true. اخر حاجة اللي هو not equal،
ده عكس الايكوال بالظبط. يعني لو عندنا 15، لو عندنا هنا 15 وهنا 15، نقول له if num لا يساوي num. الاتنين لا يساوي بعض، لا الاتنين يساوي بعض، يبقى هيطلع لي false فهيطلع لي no. نفس الحكاية بالنسبة للأكبر من بالشكل ده no برضو، لأنه الأكبر والأصغر من تساوي not equal.